أذية المسلمين جريمة عظمى وفتنة تعود على صاحبها بالشر والويل. وارتقبوا بإذن الله عز وجل نكبة الحوثيين. ارتقبوا بإذن الله عز وجل دمار الله عز وجل لهم لشدة أذاهم وبغيهم وعدوانهم وتوثبهم ولشدة كبرهم وغطرستهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء منهما قصمته. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فما أحد حبب إليه الظلم وتجرعه يريد بذلك العلو في الأرض إلا كان ذلك سبب هلكته. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نسأل الله عز وجل أن يعاجلهم بالعقوبة وأن يجعلهم عبرة لمن اعتبر أن يذلهم في الدنيا والآخرة.